ده يساوي ف. المثال بتاعه فاي. فاي معناها هذا. حرف الكي ده كاف. المثال بتاعه كيمي. كيمي معناها مصر. حرف الكي برضو ليه كذا نقطة. أول نقطة إن هو كاف في الكلمات اللي من أصل مصري، وهو خ في الكلمات اللي من أصل يوناني، وهو شين في الكلمات اللي من أصل يوناني اللي موجود بعدها كسر. وحروف الكسر اللي هم دول الاي والايتا واليوتا واليوتا والإبسلون، دول في اليوناني في الكلمات اليونانية. حروف الكسر في الكلمات القبطية ما فيهاش الإبسلون، الاي والايتا واليوتا بس. فاحنا مش هنكتر في التفصيلات ديت. مؤقتا تعرفوا ان الفي فه، وان الكي كاف، وان الفي زمان ما كانتش فه عادية، كانت بي اتش به ه، وكانت فه منفوخة. عشان كده الأقباط جابوا حرف من الديموطيقي استعملوه للفه برضو، اللي هو حرف الفاي. يبقى احنا دلوقتي عندنا حرفين بيعبروا عن الفه، الفي والفاي. حرف الكي كمان زي ما قلنا زمان كان كاف ه، وبعدين بقى كاف. فعشان كده حرفين بيعبروا عنه في اللغة القبطية، الكي والكبة. نقول كمان ده حرف الفي بيتنطق دلوقتي فه، وعندنا كمان حرف الفاي بيتنطق فه، وحرف الكي بيتنطق كاف، وعندنا كمان الكبة بتتنطق كاف. عندنا الفي فه والفاي زيها، والكي كاف والكبة زيها. زمان كانوا مختلفين. الكلمات اللي من أصل اليوناني قلنا الكي كان خ زي خريستوس المسيح، وإذا جه بعده حرف كسر شين زي شيري اللي هي سلام. الورقة ديت هنلاقي فيها حرف الفي وكلمة فاي اللي معناها هذا، وحرف الكي وكلمة كيمي اللي معناها مصر. بعد كده عندنا حرف الأوميجا، حرف الإبسي. حرف الإبسي زمان كان في اليونان اسمه بسي، الأقباط زودوا له ألف في اسمه، إنما في استخدامه ما بتظهرش الألف. يعني كلمة مثلا بسيت معناها 9، ما بنقولش إبسيت، بنقول بسيت على طول. دي من الكلمات النادرة اللي مستخدم فيها حرف إبسي في كلمات من أصل مصري، إنما هو أكتر في الكلمات اليونانية. وإحنا عندنا كلمة بصالمودية كمان، بصالمودية أو بصالمودية، بصالمودية. وعندنا كلمة بصالموس يعني مزمور. كل ديت كلمات بحرف الإبسي.
بعد كده حرف أوميجا أو أو الكبيرة، وزمان كان اسمه أو يعني أو الكبيرة، واختصروها الأعباط بقت أو. أما في اليونان فبيسموه أوميجا، وهو الاسم الشائع دلوقتي. المثال بتاعنا كلمة اسمها ثون. ثون معناها أين، فين، ثون. فإحنا عندنا زي ما قلنا في 2 واو، واحدة كبيرة اللي هي أوميجا، نون، أو زي اللي في كلمة أوضة العربي، واحدة تانية الأوميكرون إبسلون، نون زي الواو اللي في كلمة أوطة، وعندنا ضمة نون، دي قصيرة. 2 طوال وواحدة قصيرة. أوميجا هنا في الصفحة ديت في إبسي، وكلمة بسيت اللي هي معناها 9، وفي أوميجا وكلمة ثون اللي معناها أين. والحد هنا تنتهي الحروف اللي استلفناها من اللغة اليونانية، اللي هم كانوا 25 حرف، والحرف السادس منهم اللي هو سو بطلنا نستخدمه كحرف، يبقوا 24. في عندنا أصوات في اللغة القبطية ما لقيناش حرف يوناني يقدر يعبر عنها، فاشتقينا 7 حروف من اللغة الديموطيقية والكتابة الديموطيقية. ال7 حروف دول اللي هم شاي باي خاي هوري جانجا تشيما تي. حرف الشاي اللي هو شين، المثال بتاعه ابشيري. ابشيري يعني الابن، الابن. وفي شي، شي يعني يذهب، وهي اللي بنقولها للحصان لما نقول له شي، بمعنى اذهب يعني امشي. في عندنا كمان كلمة حلوة قوي، موشي. موشي يعني يمشي، دي برضو كلمة متاخدة من اللغة القبطية. في اللغة العربية بيقولوا سار يسير، إنما إحنا عندنا موشي اللي بقت يمشي. خلصنا من حرف الشاي، هندخل على حرف الفاي. حرف الفاي ده فه، وده الفه الأصلية بتاعتنا، زي الفه اللي في كل اللغات اللي من السنة والشفة، بنسميها دنتو ليبيال. دنتو يعني سنة، وليبيال يعني شفة، أو كلمات مشتقة منها يعني دنتو ليبيال. الحرف ده اللي هو الفه الأصلية العادية بنفرقه عن حرف الفي اللي هو برضو دلوقتي فه وبيتنطق زيها، بس زمان كان باي ليبيال يعني من الشفتين. باي يعني 2، وليبيال يعني شفة، مش كلمة مشتقة منها، وإيه تبقى من الشفتين زي ما قلنا. لو بتقول بتتأفف بتقول أوف، أو بتنفخ شمع. المثال بتاعنا هنا خدناه قبل كده اللي هو انثف، اللي هو لازم تكونوا حفظتوها دلوقتي، معناها هو. طيب وهي لو فاكرين انثس، دي بره المثال بتاعنا. هي كان بيبقى الفه إشارة إلى هو، والسين إشارة إلى هي، والكاف إشارة إلى أنت لما بنقول انثك أنت.
أنا كررت لكم الضمائر ديت كتير لأن استخدامها مهم. طب احنا خدنا كلمة نيم. نيم يعني مين. فعايز أقول لواحد أنت مين، هقول له انثك نيم، أنت مين. هيرد عليا هيقول لي أنك، أنا كمال، أنا كمال. ادي عبارة ممكن نستخدمها كتير في حياتنا. يبقى أول واحدة أنت مين، وديت أنت، والتانية مين. أنا كمال، أنا فلان. الورقة دي موجودة فيها كلمة ابشيري الابن، موجود فيها كلمة شي اللي هي اذهب، موجود فيها كلمة انثف، اللي هي معناها هو. كلمة حرف خاي، الخاء، والمثال بتاعه خين، معناها فيه. هنا في الورق ما حطيناش مثال، فخدوه من على السبورة. خاي معناها حرف الخاء، وخين معناها فيه. هننقل بعد كده على حرف الجنجة. ده حرف الجنجة اللي هو الجيم. ممكن تكون جيم جافة، آجس يعني قل، وممكن تكون جيم معطشة زي في كيجيم معناها ربما. امتى تكون جافة؟ الأساس إنها تكون جافة آجس. إنما امتى تتعطش؟ لو بعدها حرف كسر اللي هم الأي أو اليوطا أو الإيطا.